النظام الجزائري لانه نظام كبرانة فرنسا. هذا ما كان اخوتي كيفرق، يعني حنا كنشوفوه كيفاش يعني قتل خوتنا السوريين في سوريا مع بشار الاسد، ويعني في العراق، يعني في جميع الدول الاخوان. يعني حنا كنشوفوهم ثاني كيفاش كيقسم يعني خوتنا الليبيين. يعني في جميع الدول العربية المسلمة الإخوان كتلقى هذا النظام الكبابي، لأنه نظام كبابي مجرم الإخوان. تحياتي لكم. لا، غير الأخ السوري، شوف يعني شخص من أبناء الاحتلال الجزائري قال لك صاحب البث المغربي لهجته باينة، ومسيحي مع مغربي يتآمرون ضد الجزائر، لأن الناس يعني في الجزائر يعني يعاني المسيحيين يعني القبائليين من الدولة الجزائرية، حتى من أبناء الاحتلال الجزائري. نحن في المغرب ليس عندنا مشكل مع أي مسيحي ولا مع أي ديانة أخرى، ونقول حتى يعني رسالة حتى من الناحية أن حرية الدين في المعتقد في الجزائر يعني يفتقدونها بتاتا، وعندهم يعني كره للأديان الأخرى يعني على فكرة، وهذه هو مثال يعني. هو قصده عني، يقصدني أنا مسيحي ولكن أنا مسلم. بالعكس، أنا لا مسلم يعني ولكن أنا شاف كاتب اسمي الصليب. صحيح، حاط الصليب، ولكن احنا اخوة مسيحيين ومسلمين في سوريا، فانا اصدقائي مسيحيين حطوا الهلال وحطوا الصليب، وانا حطيت الصليب وحطيت الهلال كمسلم، وهو مسيحي حط اسمه وحط الصليب وحط الهلال. عادي، نحن اخوة بالوطن، متشاركين، نحب بعض، وكلمتنا واحدة بإذن الله. أعرف ذلك، يعني غير تعرف يعني الأبناء الاحتلال الجزائري يعني كيف يفكرون، وكيف يعاني الإنسان المسيحي، خاصة الإنسان القبائلي المسيحي في القبائل، كيف يعاني من هذه الدولة. يعني نوصل الفكرة يعني كما هي، يعني لا سواء من الشعب الجزائري ولا سواء من الحكومة الجزائرية، يعني نوصل الفكرة كما هي. وأعطيتك يعني مثال يعني على ذلك يعني. نعم صحيح، ولكن هم أخي الكريم عقلهم صلب، ولكن لا يستطيعون فهم هذه المشاعر الإنسانية بين الناس والشعوب، أنه حب البعض ومشاركة الآراء وتفهم رأي الآخر، وتسمع لأخوك الثاني اللي عايش معك بالوطن. أنت ما بتحرمه من حقوقه، ولا أنت تنحرم من حقوقك، تعطيه حقه ويعطيك حقك. هذا ما أمرنا به الإسلام، وعلمنا إياه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من طبيعة الحال يا أخي الكريم، نحن نؤمن بحرية المعتقد، من حق أي إنسان أن يمارس يعني شعائره الدينية كما يعني ينبغي، ونحن لا نريد مثلا أن نحرم أي شخص أيا كان من ذلك. من طبيعة الحال يعني تم غلق يعني للأسف الشديد يعني 30 يعني كنيسة إنجيلية في بلاد القبائل، وتم السجن يعني القسيسين القبائليين يعني هناك. للأسف الإنسان يعني المسيحي القبائلي يعاني أكثر، يعني أكثر في بلاد القبائل. لذلك يعني كثير، لأن في القبائل هناك يعني شعب متماسك، متماسك يعني متماسك على المسلم، ولا فرق بين مسلمين أو مسيحيين أو غير ذلك. هنا يتعايشون يعني في بلاد اسمه القبائل، لكن الدولة الجزائرية تمارس هذه الممارسات على المسيحيين وحتى على المسلمين أيضا، يعني على حد نعم، سواء نعم يعني. صحيح. على مثل هذا حد الشخص كاتب لك أن الجزائر الإسلام دين الدولة، ولكن صحيح دين الدولة إسلام، ولكن أنت بدك تعتبر أخوك المسيحي، المواطن المسيحي له حق مثلك مثله بممارسة طقوس دينه. أنت كما تمارس طقوس دينك، هو يجب أن يمارس طقوس دينه. هكذا احنا علمنا الإسلام أولا، أنه له الحق مثلك مثله، لكن هو لا يدخل في دينك ولا أنت تتدخل في دينه. لكم دينكم ولنا ديننا. لذلك يعني نحن أخي الكريم، أنا بستأذن منك يا أخي الكريم. تحية. أنا أتمنى أكون مواطن مغربي وأذهب إلى المغرب وأعيش هناك. أنا كسوري أتمنى أن أكون مغربي وأعيش بين أخوتي المغربيين، أخوتنا المغربيين على الأقلية في مخيم للنازحين في الأردن، اسمه مخيم
مخيم نعم. الزعتري في الأردن. نعم في مرحبا بك الأردن أخي بنو الكريم، مسلم. مرحبا بك جميع بنو السوريين مسلم. وجميع نعم. إخواننا لا عراقيون حي ولا حي جميع إخوان إلا حياك إلا إلا الاحتلال الجزائري. احنا ما حياك الله. عندنا بنو مسلم لعلاج، جرح الحرب والإصابات الحربية. بنوا مشفى لعلاج هؤلاء أبناء الحرب في سوريا في الأردن. ولكن احنا بعمرنا ما شفنا مساعدات جزائرية أو مشفى جزائري لعلاج الشعب السوري. ما رأينا غير إرسال ميليشيات وقوة ومرتزقة إلى سوريا لقتل الشعب. ولكن بالعكس ما رأيناه من المغرب بناء مشفيات، مساعدة السوريين، أعطاهم الأدوية وعلاجهم بكل حب وبكل تآني. اللهم احفظ المغرب واهل المغرب وملك المغرب، وحياكم الله. السلام عليكم. يلا بارك الله فيك. نقول لك يا اخي الكريم يعني مرحبا بك، يعني كسوري يا جيت المغرب راك لا فرق بين سوري ولا مغربي في شيء، يعني ما تلقاش يعني لن تجد الفرق يعني لا تحتاج يعني انت يعني ان تكون مغربي. مرحبا بك يعني كسميتو ما كاينش الفرق حياك يعني حياك الله. ما كاينش الفرق نحن من. نفتخر بكم أخي بارك الله، الكريم، ونحن وأنا بسعد منك. نفتخر بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لك أخي الكريم. بارك الله فيك. الأخت ماريا أزول في اللام أزول سؤال ما أزول تأسفش. أزول 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 سلام. هكا التحية السلام ديال عليكم. شوف يا السلام ماريا. عليكم إذا كنت مسلم. أمازيغي ولا نو؟ ماريا أمازيغي ولا ماريا نو؟ يا ماريا اسمع لي، أمازيغي ولا نو؟ يا اسمع لي يا ماريا، يا اسمع لي. جاوب. لا الأدب ولا الأخلاق ولا الدين اللي تيدخل الإنسان لشي بيت ولا شي لايف ربي سبحانه يقول لك استأذنوا. وي انا نعرف ما عنديش مشكل يا اخي ميلاد. خليني نتكلم. يا بنت الناس يا بنت الناس يا بنت يا بنت الناس يا بنت الناس يا بنت يا بنت الناس يا بنت الناس يا بنت الناس اسمعي. لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنت الناس غير سمعي، خليك لا الدين ولا الأخلاق. ايوا ما عندكش وقت، خليني نتكلم رانا والله. تكلمي يلا اوكي تكلمي انا نصب المايك يلا. يخي كافي. شوف انتم الامازيغ تاع المغرب كوافة. شوف الامازيغ تاعكم ساكنين في الجبل كحال ما على باليش واش نقولك، وانت تهضر على الدين دير الفتنه بين الدولات وقطبيه ولا كيفاش دير فتنه. المهم طلعوا عندك القبائل البارح شبعوك. واخا اختي السلام عليكم. نسولك واحد السؤال الله يجزيك بخير، نسولك سؤال مهما كنتي مشات طارت. عادي نعرفها غير مسكينه غير تطلع باش تشوف. قال لك والامازيغ نتاع انا ما واش غادي قضيه شعب يا بنت الناس. اش غنحمل انا هذيك الفتنه ولا هذيك الكلام نتاعك انت؟ واش انت انا سميتو الدوله ديالك هي اللي عملت المشكل ماشي انا اللي عملت انا. شوف يا اخي الامازيغي، هاد الناس كيخافوا من التاريخ، كيخافوا من الحقيقه، كيخافوا من التاريخ وكيخافوا من الحقيقه. يعني القبائل عندهم تاريخ والجزائر ليس لها تاريخ اخي الكريم. الاحتلال الجزائري ليس له تاريخ، ولكن القبائل عندهم تاريخ. القبائل قبل الجزائر، لان السلام عليكم. عندهم حتى الاخلاق يا عشيق المغرب، عندهم الاخلاق يا صاحبي. قبائل عندهم تاع مجتمع. الجزائر اللي عندهم تاريخ تاع المروك عندهم زريبه ومقود عليهم وكاع خيتهم قحاب وين ماهم يخدموا قحاب في اسبانيا يطموا. هذا هو جا من البيوت، هذا جا من تخرج من البيوت هذا. انا نصحلك واش نرد عليه. هذا حب انه نسب ليه والديه لانه ما عندوش. انا عندي والد انا ما نسبش ليه. شوف في اللايف ديالك نقي. لا ما نسبش. برافو. لا وي انا ما نسبش ليه الوالدين نتاعو، جامي نسب الوالدين. حنا ناس محترمين، نتمنى انكم ما تسبوش لينا هكا. وعندك ما تاخذ مني انا نقولها لك من انا، غير اما تطلع بالاحترام شي اخي الكريم شي قبيلي كيسب عمرك شي قبيلي يا اخي الكريم. الله اخويا العزيز. لا لسنا جزائريين، الجزائريين مبنيين على السب. يا عاشق المغرب يا عاشق المغرب، انا جامي سمعت شي قبيلي يسب. انا نحبهم بالتربيه نتاعهم والاخلاق نتاعهم. السلام عليكم. انا نقول لهم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخوان اللي شوف الاخوان اللي طالبين قسط راه تنطلعوا واحد ما يمكنش انا حك للاسف الشديد
تنطلعوا الناس، نطلعوا بزاف ديال الناس، تلقاو المشكل اللي انايا هذا يتكلم هذا يتكلم. للاسف الشديد الانسان الجزائري انسان يعني فوضوي كما نقولوا. داكشي علاش ما نطلعوش الناس بزاف. بالامكانيه نطلع الجزائريين كلهم هنايا ويتكلموا، ولكن الناس فوضويون. تفضل عز الدين تفضل. الجزائريين فوضويين. والله اذا حقيقه يا عز الدين نقولها لك من هنايا، انا والله كنت طلعتهم الان وتشوف الفوضى كيفاش يعملوها في اللايف نتاعي. اخي الكريم، اخي العزيز، شوف انت لما تسمع انسان سمعت مثلا يتكلم لك على بلادك، انا ما نرضاها لا على المغرب، ما نرضاها لا على الجزائر. انا ماذا بيا نكونوا خوا ونعيشوا بسلام. يا عز الدين انا ما عنديش المشكل. انا نقول لك انا طلعت عند الناس نتاع الناس، انا نقولها لهم المغاربه: كونوا خوا مع الجزائريين، كونوا احبه واخوه مع الجزائريين. لكن انا واشوف نقول واسمعني، ولكن انا كشخص انا عندي قضيه سميتها القبائل. نعم. الى قبلتيني مرحبا بك، ما قبلتينيش رانا مثل انا روحي. فهمتيش بغيت نوصل لك انا؟ دقيقة خويا أمازيغي. أنا بالنسبة لي كمغربي وكعربي، يعني كمازيغي وكعربي، أنا ما عنديش هذيك القضية ديال خاوة مع الجزائريين. نو، ما عنديش أخي. كنا ملي كان الاحتلال الفرنسي كنا كنعاونوهم وكنا كنديروهم، ولكن ملي كنشوفوا حتى خاوتنا القبايليين تما تحتلوا في الاحتلال الجزائري، يعني ما اش غادي نقول لك، ما بقاش كنشوفوهم بغا يحتلوا سوريا، بغا يحتلوا العراق، بغا يحتلوا يعني جميع ما يكون كيدخلوا فيها. ويلاه تأسوا في 1967، راك فاهم؟ يلاه تأسوا في 1967. ماشي اخي الكريم، انا ما نقدرش نكون يعني نافقك نقول لك انا خوك. نو، حنا كنشوفوا يعني النفاق. انت خوا انت بالله عليك. القنوات الجزائريه اش كتقول؟ يعني قنوات الجزائريه بانها من الاحتلال الجزائري. حنا كنشوفوا خاوتنا القبائل دابا غا جاي الصيف كيتحرقوا كل عام تيتحرقوا. وسبحان الله، يعني الملك نصر الله كيصيفط لخاوتنا الكنادير ديالهم باش يديروا، كيقول لك النظام الجزائري لا خليهم يتحرقوا. حشومه وعيب اخي، عيب. هذه امور سياسيه الاخ، ولكن المشكل عز الدين انا نهضروا حنا في هذا الموضوع هذا اللي جبت الاخ يعني المغربي، جبت شكون اللي مثلا يعني عمل هذاك الامور في بلاد القبائل يعني بحال هكا بالنسبه لك انت يعني. بالنسبه هذا الشيء اللي وي حيت ما بغيتش نقولها حيت لان لا يتاح سميتو. تفضل. بالنسبه للحرائق ماشي بلاد القبائل برك اللي تحرقت، ما تحرقت في خنش. شوف عز الدين شوف اسمع لي الله يرحم الله. انا هذا اول حاجه اللي ما تنتفقش مع الجزائر. قال لك عمي تيبون عبد المجيد عز الدين غنمشي معك انا بالمنطق. تحيا شنقريحه، تحيا عمي تيبون، تحيا الجزائر، اوكي. ولكن عمي تيبون قال لك باللي هذه الحرائق هذه مفتعله. نشرح لك شنو هي مفتعله. يعني هذه الامور هذا عملوها ناس عنوة انتقاما من الشعب القبائلي. ولكن قول لي انت مثلا شكون اللي هو يعني اللي مستفيد من هذا الامر بحال رغم انه واحد المشروع عملته الدوله الجزائريه اللي هو زيرو كابيلي. تفضل سامحني نتكلم. انا اللي راني نحكي معاك دركا انا امازيغي قبائلي، فهمت؟ عز الدين شوف انا ما يهمنيش عاشق المغرب، هضريت قبيلي. شو تبغي ذاك تدرس؟ واش تبغي تدرس قبيلي استعراض تشاويت؟ هضريت قبيلي. يمكن قار شي قصرا دي تمرت القبائل. شكدا شاوي لا شاوي شكدا شاوي وي ما يمش كدا شاوي تيني كاين دا قبايلي. علاش انت شاوي يا عز الدين؟ علاش نتوما الشاويه نتوما علاش نتوما تطلعوا على اساس انكم قبيله رغم انكم ما تعرفوش القبيليه؟ علاش نتوما يعني تمسخروا بالناس هكا؟ انا قلت لك انا قبيلي. قول واش انت ما راضيش بالاصل نتاع الشاوي؟ الفرق بين الشاوي والقبيلي الفرق اللي بين القبيلي والشاوي هو الفرق بينك وبين القبيلي. عندي لا ديفيرونس. انت شاوي قول انا شاوي. علاش تقول انا قبيلي؟
كي تهضر قبايلي انت الا لا ديفيرونس هذا هو كذا شهر خص قبايلي. ها هذا شهر خاون كاين قبايلي فين كذا قبايلي. يعني قبايلي يا ماشي. عز الدين يا عز الدين يا عز الدين ما تمسخروش بالناس. خليني نهضر ما هضر على اساس انك انت شاوي. هذا شهر خاون كاين قبايلي ثمور قبايلي طرغات اثر خاش مليح قبايلي ولكن كاين العمر وكاين مغربي. انت شاوي. شوف يا عز الدين يا عز الدين يا عز الدين اسمعي اخويا شوف اسمع. انا نعرف اللهجه نتاع الشاويه، نعرف اللهجه نتاع القبائل، نعرف اللهجه نتاع المزاب، نعرف اللهجه تاع التركيين. غير بلا ما تمسخروا بينا هنايا في اللايف، خاصه اللايف عندي. يجيك معليش خليني يجيك واحد قبايلي عايش في فرنسا، يجيك واحد قبايلي عايش في فرنسا. المهم تكلم نتاع شوف انا بغيتي تشوف انت شاوي بغيتي تشي تاع الجزائر شغلك هذاك، غير ما تجينيش على اساس انت قبايلي. هنا تكلم بالدارجه، تكلم بالدارجه تفضل. داكور. شوف بالنسبه للحرائق اللي صراو في منطقه القبائل، وقال التبون باللي الحرائق هذو مفتعله هكذا. حركه الماك كانت تلعب على تفرقه منطقه القبائل على باقي المناطق الجزائريه، وكانت هذيك هي اللحظه المناسبه. عز الدين تفضل واش خويا. انت مثلا بغيتي تفرق الشاويه على الجزائر، واش ممكن تحرق الشاويه؟ ايه باش تنوض. نو واش كاين شي واحد اللي يحرق دارو؟ لا ايوا صاحبي ما تبقاوش تقولوا شي حو يا الشاويه يا الشاويه الله يرحم لكم الوالدين. زلف لا كاين نازل في الاول. تفضل اختي العزيزه تفضل. اعز الدين ماكش شي دا قبايلي نورمالمون تيصنت قبايلي لكن الى الحال هضري دمسلاي داكشي قبايلي تدوانا ما راك داكشي دا قبايلي. على شاوي ندخل بلا نويديني ولا انا ما بدا قبايلي هاد روح ديالك ديني كي دا قبايلي وغانو كي دايرين انت وغانو بغانا كوا غاند القبايل. Vous êtes pas kabyle, ne dites pas je suis kabyle, t'es pas kabyle. Donc tu n'es pas kabyle. ما تقعيني كشتيني دا شو كي ديرونجين باغ اكزومبل من لا كابيلي elle va prendre son indépendance. En quoi ça te dérange? Ikhtazdin, j'ai posé la question. C'est à toi que j'ai posé la question. يلا تفضل. شو المشكل عندك انت؟ La Kabylie n'a jamais été algérienne, elle sera jamais algérienne. C'est la France qui l'a annexée à l'Algérie. غادي ريبوندي في لا كيسيون كي اوتما. انا la question est-ce que ça te dérange? تريبوندي غير في لا كيسيون. تريبوندي غير. يلا صافي. شكرا عز الدين شكرا خويا العزيز. عز الدين شوف روح شوف الشاويه نتاعك وشوف هذوك السارحين تاع الشاويه اشنو عندهم تما والمشاكل اللي عندهم وتكلم عليها. وشكرا على المداخله نتاعك. زميرة انا ما كيديني وزميرة انا قادر ريبوندي. Pourquoi tu es contre par exemple l'indépendance de la Kabylie? Ça te rapporte quoi l'indépendance de la Kabylie? Non, ça te كاين إذا قبايلي ضحرور. قبايلي. Je suis algérien. algérien دشاوي mais jamais قبايلي. C'est tout. Je suis algérien. كاين إذا قبايلي تبغي. قبايلي impossible. يا عز الدين واسمع لي يا صاحبي انا نهضر معك. غادي قبايلي سدرا. السلام عليكم. عليكم السلام. زولا اسمع لي يا عز الدين انت يا وليد القحبه كنت روح تهضر على الريف ماشي خير على جمهوريه الريف. هذه العقليه نتاع هذا ما علمت لكم الحكومه ديالكم. هذا هو المشكل نتاعو. هذا هو المشكل. مالوغوزمون سي ليدوكاسيون دي فوايو. فوالا غير الهضره كي ولد. لا شوف غير باش لا خلينا نوضح واحد الرساله نتاع اخواننا المغاربه باللي ما كاينش قبايلي جزائري، كاين القبائل فقط. كاين الناس نتاع الشاويه باش نوضع النقطه على وي. شوف كاين الناس نتاع الشاويه يدعون انهم قبائل رغم انهم الشاويه. كيما الاخ عز الدين اللي هو شاوي قال لك باللي انا خليني عز الدين انا قلت لك تكلم بالقبيليه ما بغيتيش تكلم بالقبيليه. واش عندي اللي كان تكلم ليا بالشاويه من الديبار؟ انا عرفتيني مغربي تحب لك واش انا ما نعقش بك بلي انت شاوي. انا زيغي انا نعرف كل شيء. غير رساله للمغاربه ولجميع الشعوب بان هناك ناس شاويه من المناطق الاخرى يدعون انهم قبائل وليسوا قبائليين.